احكي لكم حاجه. اول مره اطلع اتكلم ومش عارف اطلع اتكلم فيها تاني ولا لا. انا جت فتره عليا، كانت فتره من اوحش فترات حياتي. بصوا، كانت كل حاجه مفيش اي حاجه راضيه تمشي، كله معصلك. اجي كده تيجي تقفل، اجي كده تقفل، اجي كده برضه بتقفل. قلت لا بس خلاص، مفيش قدامي غير ربنا. ده ما هو بصوا، مهما بنروح هو بيديك كرب عشان تجيله، فاجري بقى عليه. قلت بس خلاص انا اجري على ربنا. استعنت على الله، قلت بس خلاص انا هبدا بقى اقرا سوره البقره كل يوم، واشوف يمكن حياتي تتغير. طبعا ما حدش يقول كده يمكن، لا ربنا ما بيجيش باليمكن، لا خالص. ربنا ما ينفعش معاه اللي انت يمكن، لا احنا بنتوكل على الله وهو هيدبر لنا امر. ما تقولش انا هقرا سوره البقره عشان ربنا يعمل، لا ربنا ما بيجيش كده. يعني مش كده، انت بتقرا بس بنيه ان ربنا يفرجها. فالواحد كان نيته خلاص، هو مفيش حل. يعني كان ساعتها الفتره دي مفيش حل قدامي غير سوره البقره، هي دي. انا خلاص انا رميت املي فيها ان ربنا يحل لي مشاكل. قلت خلاص انا اقرا سوره البقره. قعدت 28 يوم متواصلين بقرا سوره البقره. انا حياتي اتغيرت 180 درجه. كل حاجه، شغل، لقيت الدقيقه اللي كانت بتبقى عندي مفيش دقيقه. كنت كل مشكله بخشها السلام عليكم، مفيش مشاكل اصلا، ما كانش فيه. كانت حياتي كده مفيش اي مشكله ما بتتحلش، هي بتتحل لوحدها. انا ما بقعدش افكر مثلا نص ساعه، يعني على طول ساعه خلاص اتحلت المشكله. ما ازاي وليه ما تعرفش. سوره البقره سحر، سحر سحر سحر، قمه في السحر. انت قاعد كده والله الشعور الفرحه اللي كان عند الواحد مش عارف يوصفه لكم. انت شوف، انت خلي سوره البقره في يومك، مش شرط تقراها كلها مره واحده، لا ممكن تجزأها على فترات. بس سحر والله يا جماعه، سحر والله العظيم، سحر. كمية بركة وربنا بيطبطب على قلبك كده، فظيعة فظيعة. أنا ما كنتش عارف إن الشعور بتاعها حلو أوي كده، بس الواحد متلذذ. الكلام مع رب، تقعد بقى تقرأ كده سورة البقرة وبتقعد يا لا، يا سلام بقى بالليل، كل نايم والبيت ساكت وانت لوحدك صاحي، معاك مصحفك، ويا بتصلي بكامل الليل وانت واقف، يا قاعد على كرسيك بتقرأ في المصحف. شعور ما يتوصفش يتحس. انا يعني الواحد جسمه بيقشعر وهو بيتكلم، بس شعور تحفه. توكل على الله وجرب. جرب. انا اول مره اتكلم، ما اعرفش اطلع اتكلم تاني في الحاجه دي ولا لا، بس شعور تحفه تحفه. يعني انت جرب، استعين بالله ومش هتندم، مش هتندم خالص. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.